يا ترى ايه المهارات اللي محتاجها علشان تبدأ تتعلم برمجة او تكمل في طريقك للبرمجة؟ انا بسنت محمد، سوفت وير انجينير ومايكروسوفت سيرتيفايد، وهقول لك انت محتاج ايه بالظبط. مش جاي اكلمك عن اللغات البرمجة ومجالات البرمجة وتتعلم ايه وما تتعلمش ايه. انا جاي اكلمك عن المهارات اللي في شخصيتك اللي محتاج انها تبقى عندك او محتاج انك تكتسبها لو ما كانتش موجودة عندك. اول حاجة هي البروبلم سولفينج او القدرة على حل المشكلات. لازم تكون شخص عندك قدرة على حل المشكلات اللي بتواجهك. لازم تكون عندك افكار ازاي تحل المشكله دي. طب تعال نجرب الطريق ده، طب نجرب الطريق ده. لازم دايما يبقى عندك افكار على انك تحل اي مشكله او اي حاجه بتواجهك في تعلمك للبرمجه او حتى في حياتك عموما. تاني مهارة هي الصبر. علشان تعرف تحل المشكلة أكيد محتاج تكون صبور، محتاج تصبر على نفسك، محتاج تصبر على الحل اللي انت لقيته، محتاج تصبر انك تلاقي نتائج، محتاج تصبر دايما طول الوقت، محتاج تصبر على رحلة التعلم أصلا في طريق البرمجة. انك لما تبقى عندك حاجة بتتعلمها، مثلا انك في الأول مش عارفها، بعد كده بالتطبيق هتعرفها. تصبر طول طريقك وطول رحلتك. تالت مهارة هي الإصرار. زي ما حليت المشكلة وصبرت على حل المشكلة، لازم تكون عندك إصرار على حل المشكلة. يعني مش بس انك تلاقي حل، لأ، انت مصر انك تلاقي حل. لو حل فشل هتجرب حل تاني، لو فشل هتجرب تالت. دايما تبقى مصر انك تحل المشكلة، كأنك بالظبط بتقول لها يا انا يا انتي، يا انا يا الكود، يا انا يا البج. هحلك يعني هحلك، وهلاقي طريق يعني هلاقي طريق.